اي شلون تقدر تاخذ شهادات مثل هاي من الأكاديمية الأوروبية مجانا وانت قاعد ببيتك. هاي المنصة مكانها ألمانيا، موجود عليها أكثر من 15,000 كورس، يعني تحديدا 19,000 كورس، يدرس بيها أكثر من 100,000 طالب، وانت تخيل نفسك يعني انت مو من ضمنهم. المنصة الحلو بيها ترجمة للعربي، بس أنا أنصحكم تشوفون الكورسات باللغة الإنجليزية لأنه الترجمة العربية شوية ركيكة. راح تلقون رابط هاي المنصة أسفل بصندوق الوصف، وخلينا ننطلق للشرح. لا تنسى تشترك بالقناة لأنه راح أنزل لكم أشياء كلش تفيدكم بالفترة الجاية. هلا، طبعا صورت الفيديو بس عدت لأن حسيت الشرح مو كلش مفصل، وهواية سألتوني أسئلة بخصوص التدريبات، فردت يكون شوية يعني مفصل أكثر. يلا خلينا نبلش. شوفوا إذا طلع لكم هذا الإيرور بالموقع فمعناها النت عندكم شوية بطيء. شوفوا الموقع هو يحتاج صراحة النت قوي، هذا شوية عيب بيه بس اتس اوكي. واكو حل لهاي المشكلة، انه تروحون على السيتنجز، تروحون تكتبون هنا كوكيز، هاي كلير، تمسحون الكوكيز. اوكي تمام. فهاي الواجهة الرئيسية مال الموقع مالتنا. مثل ما تشوفون هنا يقول لنا الكورسات مجانية وسهلة ومفتوحة للجميع. هنا الكورسات اللي موجودة، هنا تقدرون تشوفون كل الكورسات، وهنا يعني تقدرون تختاروا حسب التصنيف، مثلا علوم الحياة، الحاسوب، الماليات، الطبية، القانون، يعني حرفيا كل الأقسام بيها. وأكو بيها شهادة دبلوم يعني تقدرون تاخذونها ماتينا. فإذا تردون تحولون الموقع مالتكم ويا الكورسات مالته للغة العربية، تروحون على هاي الإنجليش اللي مكتوبة هنا تشوفوها، تختارون Arabic. نطول شوية على الموقع لأن قلت لكم شوية ثقيل. أوكي راح يتحول الموقع مالتكم إلى اللغة العربية مثل ما قاعد تشوفون. بس صراحة يعني أنا أنصحكم بالإنجليزي مثل ما قلت لكم، لأنه الموقع شوية ترجمة مالته ركيكة. فنرجع للإنجليزي. أوكي أول شي تسوونه تسجلون دخول، أو إذا ما مسوين حساب من هنا ريجستر تسوون حساب. طيب برمي كلش سهل تسوون حساب، بس تكتبون اليوزر نيم اسم المستخدم والباسورد والإيميل، ما يطلب منكم أي شي ثاني. أوكي فهذا الحساب مالتي. هنا الكورسات اللي أنا مسجلة بيها، هنا الكورسات اللي بعدني يعني أشتغل بيها. طبعا حساب جديد سويته اليوم، قلت لكم لأنه كنت أشرح بعدين كنسلت الشرح، قلت يعني أعيد الشرح أحسن. فهنا الفينيشت كورس يعني الكورسات اللي خلصناها، وهنا الباست كورس يعني الكورسات اللي خلصتها هماتي أنا يعني تجاوزتها. هنا الكورسات اللي فشلت بيها الحمد لله والشكر ماكو. أوكي ومن هنا طلعون الشهادات اللي انتوا أخذتوها. فأكو يعني هي شهادة واحدة، خلي أشوفكم إياها هذه. أوكي مثل ما تشوفون هنا هاي الشهادة، ومنها تقدرون تحملوها. هنا تطلع عندكم بهالشكل. شهادة كلش حلوة، عبالك جواز. اكو واحد بالقناة مالتليش كتب وصدق عبالك جواز. اوكي زين نرجع شلون نقدر ناخذ كورس. اوكي تروحون على كورسز، يعني الكورسات اللي متوفرة، وراح تطلع لكم كل الكورسات اللي عندهم اياها. شوفوا 55 صفحة. او تروحون على الكاتيجوريز، او يعني خلينا نقول التصنيفات للكورسات، يعني الفئات. طيب من هنا تختارون أي تصنيف أنتوا تريدون. حرفيا كورسات موجودة بكل شيء، يعني تشوفون كل المجالات موجود بها كورسات. خلينا نختار أي شيء، مثلا نختار خلينا نختار مثلا كمبيوتر انجينيرينج. ننزل جوا نلقى كورسات بهندسة الحاسوب. أوكي تلقون كورسات كلش هواية، يعني تشوفون مواضيع كلش ديب، يعني خلينا نقول على سبيل المثال سوفتوير انجينيرينج. أوكي هاي من طبون على الكورس راح يطلع لكم هذا المدرس، تقدرون تفوتون عليه تشوفون هذا المدرس منو. هذا المدرس مالتنا دا يقول هذا هو مدرس للذكاء الاصطناعي بالأكاديمية الأوروبية، الله يزيده. من هنا تسجلون بالكورس مالتكم. خلينا نرجع بعد، خلينا نشوفكم فت شغلة. هنا يقول لكم أن عدد المحاضرات 16 محاضرة، عدد الطلاب 10,000 طالب، كل فترة مال الكورس مالتكم 10 أسابيع. أوكي هذا هنا يقول لك أنه شهادة مجانية. تصعدون هنا على ستارت ناو حتى تبدون الكورس مالتكم. أوكي فستارت ناو شوي ياخذ وقت حتى يحمل الكورس مالتكم. اوكي دا يقول لي انه انا سجلت بالكورس وكلش تمام، راح ينقلني للصفحة مال الكورس. اوكي هذا المحتوى مال الكورس مثل ما تشوفون، هذا المحتوى. اوكي تقول له كومبليت يعني انا كملت المحتوى، يعني طبعا كملت، يعني شو اسوي بيه بعد. اكو بعض الكورسات صار على شكل كتابة، اكو بعضها صار على شكل فيديو، اكو بعضها صار على شكل مثل ما تشوفونها PDF ورافعينه. فأنتوا كنتوا تستفادون، يعني مو طفروها. أوكي حتى تاخذون الشهادة، دير بالكم.
ما تستفادون صدقوني. يعني حتى إذا صار عندكم شهادة وبعدين مثلا تخلوها بالسي في، يجي يسألكم مدير العمل يسألكم في شيء، المفروض تكونوا أخذتوه بهذا الكورس وتصفنون بوجه يعني. فديروا بالكم تسوون هيك. أوكي. ومن تكملون كل قسم بالكورس تضغطون على complete، وبعدين راح تكملون الكورس مالتكم وتاخذون الشهادة. بس أنا أريد أحذركم في شيء كوما سووا، يعني حرفيا كوما بالقناة مالتي اللي قاعد تدزولي وبالخاص، أنه من تبون الموقع. طبعا هي الواجهة تختلف بالموبايل، فأنا أنصحكم أنه تستخدمون الموقع بالحاسبة كلش أحلى، يعني تشوفون كلش واضح. أما بالموبايل تحسونه يعني ما كل شوية معتنين بيه. المهم شو يسوون؟ طبعا هنا تخيلوا على الإعلان مال دراسة ببريطانيا، ويطلب منهم تأمينات ومصاريف دراسة وما أدري شنو. جابكم هنا يعني بليز انتبهوا. أتمنى تكون استفادت من الشرح، واكتب لنا بالتعليقات شنو الكورس اللي راح تاخذه.